تسلم ايدك. يطلع لك انزل له العود ينزل لك اطلع له يطلع لك. صباح الخير يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا دكتور. جثة الست بتاعت اكتوبر وصلت امتى؟ وصلت اول امبارح الصبح. دي طلعت مرات عضو في مجلس الشعب وجه اتعرف عليها امبارح. المصلحه كلها كانت مقلوبه ورئيس النيابه هو اللي جه بنفسه. كنت عايز حاجه يا دكتور؟ لا متشكر قوي. حرام عليك تعمل فيا كده. اوعى تسيبني تاني. انت ما تعرفش ايه اللي جرالي من غيرك. امك كانت هتروح فيها. حبيبي لو في حاجه مزعلاك او مضايقاك او تعباك كلمني، ولو انا غلطت في حاجه انا متاسفه ما تزعلش مني، حقك عليا. مالك حبيبي؟ اجيب لك دكتور؟ نروح الاول يا حبيبتي ونبدا. انا كويس يا ماما. طب دقيقه واحده. ايوه يا دكتور. مالك يا حبيبي؟ ايوه بتاع لبنى مسعود. لا لسه، انا كنت واخده اجازه عارضه النهارده. طب ما ينفعش تاجل لبكره؟ لا كان عندي مشوار مهم لمده ساعتين تقريبا يا دكتور. حاضر يا دكتور، نص ساعه اكون عند حضرتك. حاضر حاضر، مع السلامه. يا حبيبي في ايه بس قولي وانا مش خلاص يا هقول. عمتي بقى. لازم اروح المصلحه، عندي شغل هناك نص ساعه بس. خلاص يا حبيبتي احنا ناخد تاكسي. لازمتها ايه الشحططه دي؟ انا هخلص شغلي على طول في نص ساعه. تيجي معايا يا معتز؟ نص ساعه بس. لا 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 انا اروح مع عمتي بس بوديني عربيتي الاول. حاضر يا حبيبتي. والله العظيم ما هتاخر خالص. خلاص يا ستي انا جدتي بتتلبش من المصلحه بتاعتك. طيب روح انت مع عمتك وانا هاجي على طول على البيت. ها؟ هو المكان ده ايه؟ ده بيت واحد صاحبي. ماما بتقولي ان حالته وحشه جدا لدرجه انه ما اتكلمش معاهم ولا كلمه طول الطريق، وحتى ما نامش. يلا احسن يستاهل. انت شمتانه فيه ولا ايه؟ شمتانه فيه وعندي حق طبعا. هو محدش يعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ ما اتكلمش ولا كلمه وطنط فاطمه هتتجنن. مش يمكن يكون مكتئب؟ هو صحيح عصبي شويه بس يوم خناقته هو وايمن حسيته عامل زي المجانين. انا اول مره اشوفه كده. انت مالك؟ هو صعبان عليكي ولا ايه؟ ومش صعبان عليكي ايمن واللي عمله معاه؟ انا مش فاهماكي خالص، انت قلبتي عليه كده ليه؟ انا اللي مش فاهماكي يا ندى. انت مالك؟ بقيتي واقفه في صف معتز ليه؟ كانت لا بنزلت خالص. شويه دم. انا بس حساكي سخنانه عليه طب بقول ومفيش لك ايه، متعاطفه عن معاه اذنك اشوفك خالص. في السكشن. ها بس اوكي ماشي. معتز اذاني ولا انت نسيتي؟ ازيكم يا بنات؟ تمام. ازيك يا ايمن عامل ايه؟ الحمد لله احسن دلوقتي. عرفت اللي حصل مع معتز؟ اه طبعا عرفت. طب مش هتروح تزوره وتطمن عليه؟
ندى اللي عمله معايا معتز ده كان كتير قوي، ده ولا كأن بينا عشرة عمر ولا أي حاجة، وكل ده عشان قلت له خلي بالك من نفسك. طب ما هو عشان العشره دي انا بقول لك روح زور. انا بقى مقدره زعلك منه ومش هضغط عليك. شروق معتز على فكره ملوش عزيز. ولا انت كمان على فكره. مالها دي؟ هو اللي يقول الحق في البلد دي يبقى غلطان خلاص؟ لا بس انت صح. انا عاوزه بقى معتز يعرف انه غلط في حقك، مش هنفضل نسامحه كده على طول ويغلط هو من غير ما حد يحاسبه. مالك بتبصلي كده ليه؟ مبسوط انك واقفة في صفي. علشان انت صح. طب بقول لك ايه، انا جعان وعايز اكل، مش عايز تيجي ناكل؟ عندها جرح ردي يمين الجبهة، ده حصل من اصطدام في جسم صلب رد، في الأغلب ده سبب الوفاة. ونتائج المعمل الكيميائي والطبي؟ لسه مستنياها. أنا لقيت أنسجة في ضوافرها وهنشوف إذا حصلت مواقعة ولا لأ. احنا عايزين نقفل القضية دي بأسرع وقت من غير أي تأخير. دي مرات عضو مجلس شعب ومش عايزين بقى وجع دماغ. حاضر يا فندم، أنا بس كان عندي شوية ظروف وأوعدك هخلص التقرير في أسرع وقت ممكن. أنا عارف إن ظروفك الشخصية عمرها ما عطلت الشغل، بس أحب أنبهك إن الدكتور أنور مركز معاكي وبينخرب، فخلي بالك. ها؟ احنا بتوع بعضينا. احنا دايما يا ريس بتوع بعضينا. صباح الخير. صباح النور. انت جيتي؟ دكتور عبد اللطيف عايزني اكتب تقرير مبدئي عن قضية مرات عضو مجلس الشعب، وكمان بيستعجلني على التقرير النهائي. هو معتز عند عادل؟ فت اخدته وروحته على البيت هو وعايدة. الولد مش طبيعي، الولد ساكت وما بيتكلمش وحزين، ده مش قادر يتحرك. اجيب له دكتور؟ والله يا فاطمه مش عارف اقول لك ايه، انا ما اعتقدش انه يوافق على مساله الدكتور دي. يعني معقولة البنت تعمل فيه ده كله اللي كان بيحبها؟ انا ما كنتش فاكرة ان ابني حساس للدرجة دي. معقولة الحب يعمل فيه كده؟ الحب يعمل معجزات، ممكن يكون بيحبها بجد. طب انا عايز اقول لك حاجه، هو ما قعدش معاكي حكى لك قال لك؟ حكى لايمن وسالت ايمن، قال لي عمري ما شفتها ولا اعرف تليفونها حتى. طب معتز بقاله كام يوم حالته غريبه؟ كام يوم؟ انت هتصدقني ان بقاله اسبوع ما خرجش من اوضته؟ دخلت عليه امبارح لقيته بيعيط وعنده انهيار، انا مش عارفه فيه ايه. تحب احاول اتكلم معاه؟ يا ريت يا ريت، هو محتاج لراجل يتكلم معاه. ابوه مش فاضيله، ابوه فاضي لنفسه وبس. حاضر. انا متشكره قوي، انا شغلاك بمشاكلي ونسيت اسالك على سمر، اخبارها ايه؟ هتروح للدكتور نفسي يوم الاثنين باذن الله. ان شاء الله ربنا يطمنك عليها يا رب. اللي هيجنني ان هي ممكن تكون فاكره ان انا مقصر في حقها ومش واقف جنبها وهي تعبانه، انا هتجنن. مش ممكن تصدق حاجه زي دي، هي بتحبك وانت بتحبها. انت لما تشوفها لازم تشرح لها. اشرح ايه بس؟ اشرح ايه؟ هي فايزه مخليني اشوفها اصلا؟ دي عامله عليا حصار كما لو كنت في حرب عالميه ثالثه. طب انا ممكن اعمل لك حاجه، اي حاجه؟ يا فاطمه انا مش عارف اعمل حاجه، انت تعملي بشكل يا فاطمه. على فكره انا كنت عايز اقول لك حاجه. خير؟